كنا نتحدث أنا وأحد الأصدقاء، فسألني من أين يستقي الناس في غزة تلك القوة كي يتحملوا كل هذا العذاب؟ فكان جوابي المقنع أنهم يعتادون عليه. فكل ما يجري في فلسطين ولبنان يؤكد أن الموضوع ليس أكثر من مشروع له نفس المهندس ونفس المقاول، ولكن نحن في زمن الرأسمالية التي تسيطر على العالم بأكمله، في زمن القوي يتحكم كما يشاء في الضعيف. فأنا كمصري عاشق لوطني وعاشق لفلسطين الأبية، أوقات كتير بيجي في راسي بعض الأسئلة: هل سيتم تدوين هذا العام من العار في تاريخ فلسطين الحديث؟ هل من يدونون التاريخ سيذكرون أن شعب فلسطين لم يجد ما يأكله أو يلبسه في أكثر الأعوام رفاهية لباقي العالم؟ هل سيتم ربط حرمان الشعب الأبي من كل حقوقه بالنصر بمصطلح الوهمي؟ هل سيتم ربط مستقبله بقيء من الذباب الإلكتروني والمتسولين على جراحه والمحللين المأجورين؟ هل سيتم ذكر في هذه الفترة أن اللصوص وتجار الدم تحكموا في رقابه ولقمة عيشه؟ هل سيتم توثيق جريمة المكوس في خيمة تحت القصر؟ فلعنة الله على الظالمين قتلة الأنبياء الذين قالوا عن الله إنه فقير وهم أغنياء. فماذا أقول؟ أقول أنا المحارب وأمثالي وليس الآخرون. أنا الذي يحارب كل الأحلام المغدورة والآمال المعطوبة، يحارب الجوع والعطش وقلة النوم، يحارب الحر والبرد وعدم توفر أدنى مقومات الحياة. أنا الذي أحارب تلك المزاجية التي تسكنني وكل أفكاري السوداء التي تدفعني للهروب إلى اللامكان. أنا الذي يحارب قلق المستقبل، أحارب الجهل الذي يدعوني للصمود في وطن اغتاله الخونة، أحارب أصحاب النظرية التفاؤلية لأن أيديهم لم تمسسها النار ويعيشون عيشة المنفصلين نفسيا. أنا الذي أحارب نظرات أطفالي الحزينة، أحارب انزعاجي من كل السوء الذي يحيط بي، أحارب وأنا أحاول تزيين معاناتي بكلمة طيبة أو ابتسامة عابرة. أيها السادة، في الفترة الماضية كان يلومني البعض على لغة التشاؤمية في كتابة مقالاتي وعلى كلماتي الموجعة، ويرون أن من واجبي أن أكتب بلغة الأمل والحياة وأن القادم أجمل. فأقول لهم: اعلم جيدا أنه ليس من طبع الحياة تمام الحظوظ، فلا كمال مطلق ولا نقص مطلق، وسمة النعم كتبت لنا وسمة حرمان فرض علينا، لكن ما يوجع أن ترى الهدم في كل مكان بحجة البناء، فإن الباطل يحاصر الحق من جميع الاتجاهات، وأن من يدعون الخيرية الآن هم شياطين الأرض. قد توجعك هذه الكلمات أو تؤذيك، ولكن تكشف لك الحقيقة، ولأن الإنسان مقبول على النسيان. فنصيحة: اعرف القاع جيدا، احفظه عن قلب، سجل المواقف وأصحابها كي لا تنسى في يوم المعروف وتنسى من خذلك. سنلتقي قريبا إن كان في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.